إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. موضوع اليوم كما رأيتم من العنوان والسؤال كثير من الناس تسأل عليه: هل نستطيع تزويج الإخوة عند طيور الكناري؟ هذا السؤال الكثير من الناس من يتساءل عنه ويريد إجابة. في هذا الفيديو راح أعطيكم الإجابة الصحيحة على هذا السؤال من نفس العش. كما تلاحظوا في هذا الفيديو مثال هذه الفراخ عندما تكبر وتجهز للتزاوج لا نستطيع تزويج الإخوة من نفس العش. يمكنك تزويج الإخوة من عشين مختلفين، يعني نفس الزوج، العش الأول مع العش الثاني. نأخذ إناث من العش الأول مع الذكور من العش الثاني، أو ذكور من العش الأول مع إناث من العش الثاني. هنا التزاوج يكون عادي وبدون أي مشاكل. وأيضا تستطيع تزويج الأب لابنته أو تزويج الأم لابنها، يكون تزاوج صحيح وبدون أي مشاكل. ولكن تزويج الإخوة من نفس العش فهذا أمر خاطئ، راح تحدث عندك عدة مشاكل، من بينها البيض الغير المخصب، موت الفراخ داخل البيضة، وأيضا قد تخرج لك الفراخ عندما يفقس البيض تخرج الفراخ مشوهة. فهذه مشاكل كلها تحدث عندما نقوم بتزويج الإخوة من نفس العش. لذلك كنصيحة، ليكون عندك تزاوج ناجح وتزاوج خالي من أي أخطاء ومشاكل، من الأفضل أن تقوم بتزويج الفراخ من زوجين مختلفين، فمثلا فراخ من زوج مع فراخ من زوج آخر. هذه أفضل طريقة لتتفادى كل المشاكل.